ومعاك واحد مصر صعود انتواني، وواحدة كوت ديفوار صعود بالعافية، وكفاية قوي كده. يا الله يا الله، يعني يا جماعة يا جماعة، ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه بطولة الواحد يتوقع فيها ان غينيا الاستوائية مش هتطلع رابع، يبص يلاقيها طالعة اول؟ يعني ايه يعني ايه كاب فيردي اللي الواحد كان بيقول ان هي هتصعد ثالث اللي هي اول مجموعة؟ ايه يا جماعة ده؟ يا جماعه في ايه؟ يعني ايه نيجيريا اللي كله قال لك دي هتنزل تفرم المجموعه وتصعد اول، يبص تلاقيها طالعه تاني بالعافيه؟ وكوت ديفوار صاحبه الارض تصعد بالضالين، بالضالين تصعد بجمايل المغرب. عارف جميل المغرب ده فوق راسهم حرفيا، زي ما جميل موزمبيق كده فوق راسنا. بس قبل ما نبدا يا ريت تحط لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله، ويلا بينا نشوف العرب قدموا ايه. وبمناسبه موزمبيق فاحنا هنبدا بمجموعه مصر، نبدا بمنتخب مصر والصعود اللي انا اول مره اشوفه في حياتي. انا متهيألي ما شفتش في حياتي ان في فرقه بتصعد تاني مجموعتها في اي بطوله مجمعه بثلاث نقط بس. يعني ايه ويا ريتك كسبان، يعني يا ريتك حتى كسبت ماتش وخسرت الاثنين التانيين يا سيدي ماشي، اهي منطقيه شويه وتعدي. انما يعني ايه يخش فيك سته تدخل سته، تتعادل 2 2 2 2 2 2 وتصعد بثلاث نقط؟ ده اللي هو ايه ده؟ ده فين الكلام ده؟ انا ما شفتش انا صعود بالطريقه دي في حياتي. لو والله اتكلمنا عن ماتش مصر وكاب فيردي، الماتش اللي الحقيقه يبان لك مصر كانت هتكسب، يعني هي مصر كانت ماسكه كاب فيردي هتكسب. بس المشكله ان كاب فيردي عيب قوي لما الفرقه دي تطلع شوط اول كسباناك 1-0 وهي في سبعه مش بيلعبوا اساسيين محطوطين بره، وعندك تاني اسمهم ايه، وعندك اللي بيلعبوا اصلا مش عايزين يلعبوا وقشطه، يعني يا باشا عايز تكسب هنكسبك وبتاع واحنا مش عايزين نلعب، ويروحوا عليك بهجمه واحده في اول في الشوط يجيبوا جول. يعني وليه حتى قدام كاب فيردي انت ما بتحبش تلعب الا الشوط الثاني؟ يعني معلش انت قدام كاب فيردي في الشوط الاولاني ما ضيعتش فرص برضه تذكر قوي، يعني انت قدام كاب فيردي اللي هو قشطه احنا صعدنا وعدينا وزي الفل، وعدينا بجمايل موزمبيق علينا، يعني يا شعب موزمبيق العظيم شكرا شكرا. انا ما بحبش قد اتنين في حياتي، اطهر الطاهر ورينيلدو، دول اكتر اتنين ممكن يكونوا افرحوا المصريين في الحياه اصلا. لكن بص يا سيدي، فبقول لك والله لما تبقى الشوط الاولاني انت مش قادر وشوط اولاني غريب والمفروض انك تكسب، تنزل بقى تحط 2 3 تقدم الاداء المغزي ده، ما هو يا جماعه مش معقول، مش معقول يعني. وايه والله حتى نص ملعبك برضه في الشوط الاول هو الوحيد اللي كان في فورمه. انت عندك احمد فتوح كانت مشكلته بدنيه، مشكلته ان الواد اللي بوجه الشمال كان بيروح ياخد احمد فتوح وحجازي وعليهم عبد المنعم هديه وحاجات غريبه كده، بيخش يعدي في 3 4 بكل سهوله، بيروح لوحده واللعيبه بتاعتهم واقفه اللي هو ايه يا جماعه، ايه ده يا جماعه، ايه ده؟ هو ده منتخب مصر ولا ده ايه ده؟ مش كده يعني. والله بينتهي الشوط الاول لان هو ما كانش فيه حاجه اصلا، بتخش الشوط الثاني لازم تتعادل، يعني انت داخل فيك جون وشكلك عره ولازم تلحق نفسك عشان ايه؟ تتنيل تروح في البطوله بعيد بدل القرف ده. والله بتنزل الشوط الثاني بتنزل كابتن تريجيزيه، كابتن تريجيزيه اللي هو الحقيقه افضل لاعب في المنتخب كله بدون منازع. يعني محمد عبد المنعم مطلوب منه انه يغطي على حجازي وهاني وحمدي اللي بيطلعوا في نفس الوقت، يعني ايه باكين بيطلعوا في نفس الوقت؟ بس معنا نزلت الشوط الثاني نزل تريزيجيه بدا شكلك يتحسن، قلبتها 4-4-2 وبدات انك تلعب بان تريزيجيه طرف اقرب ان هو يبقى هاف شمال، بان هو عنده ادوار دفاعيه وهو ايه اللي واخد الطرف ده، وعندك رامي مرموش ومصطفى قدام، وحاطط على اليمين كابتن احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو اللي ما قدمش اي حاجه في الماتش ومقدم بطوله لحد دلوقتي سيئه، لعب تقريبا ماتشين ما عملش اي حاجه وكان سيء جدا. عندك تريزيجيه والله بينزل 1 2 مع حجازي زيربيو بتحط التعادل. فوالله كله قال لك خلاص بقى، يعني بقت 1-1 نشوف بقى نخليها 2-1 ونخلص. لا والله منتخب ايجيبت عمره يعمل كده. ما احنا ما عندناش، احنا ما فيش ان احنا نصعد بسهوله والكلام ده، بيفضل حرق دم بقى، حرق دم وفرص بتضيع ومصطفى محمد بيضيع الكره في السته وحاجات غريبه. لحد ما طبعا الواحد بيختصر في الماتش لان يعني ايه الماتش اصلا كان ماتش يحرق الدم يعني. بتبص تلاقي ان ايه في الاخر مصطفى محمد بيحط لك جول، شكرا يا عم مصطفى شكرا، وكله قال لك ده جون الصعود وجون اللي مش عارف ايه وخلاص خلصنا بقى وبتاع. تبص على النتيجه ساعتها تلاقي ان موزمبيق خسرانه 2-0 بقت 2-1 لما احنا جبنا الجول. مش مشكله احنا كده كده كسبنا وهنصعد بمجهودنا.
ولا حد له خيره علينا ولا عايزين حاجه من حد، والحمد لله قوي كده واتجبرت قوي. في بقى اللي قفل التلفزيون قال لك ده الدقيقه 94 وخلاص خلصنا، لكن لا، لا يا باشا، هو احمد حجازي ومحمد الشناوي ينفع يسيبوك كده؟ ينفع؟ يعني لو ينفع قول لي، يعني لو ينفع انا مستنيك تقول لي. لا طبعا. الشناوي الكرة ملعوبة عرضية ملهاش ريحة اللازمة، بيصدها لمنطقة يعني انا مش فاهم ايه الصدة دي، ما يا ابني شيلها في حتة بعيد، لا بيصدها الواد بياخدها بيعدي 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 ويحط جول. طبعا انت ساعتها جالك احساس بان يا نهار اسود، يا نهار اسود ومهبب، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ لكن بتقرر موزمبيق الحمد لله ان هي تهديك التأهل، والسيناريو ده يعني بص يعني حاجة كده قمة حرقان الدم. بعد كده نخش على منتخب تونس، وانا هبدأ بتونس لان انا حابب اسيب الجزائر للاخر، لان المغرب كده كده المغرب صعدت، خدت 3 في 3 في واحدة وهدت امورها وظبطت الدنيا وصعدت، يعني حاجة في منتهى السهولة، يعني المغرب ربنا يستر، ربنا يستر. فوالله منتخب تونس كان سيء، زبالة، مش ممكن مفيش كوره يا جماعه. تونس وحشه قوي يا جماعه، وحشه قوي 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 لابعد حد، لابعد حد. يعني بجد مش ممكن، مفيش لا هجوم ولا دفاع ولا نص، مفيش. تونس ما بتلعبش، تونس ما بتقدمش كوره. تونس بتقدم 3 مطوشه انت تتفرج عليهم، بص ممكن تخش في حاله صدمه، ممكن يجي لك صدمه وتحس احساس كده اللي هو ايه يا ابني ده، يا ابني ما تلعب كوره يا ابني، العبوا كوره يا حبيبي، ما فيش احسن الروابع، هو احسن اول تاني احسن توالت. مش ممكن يعني يا تونس والله، مش ممكن تبقى في مجموعه فيها جنوب افريقيا وفيها مالي وفيها ناميبيا تقريبا ويتعمل فيك كده. يعني مالي قلنا منتخب قوي وبتاع وهيصعد واموره سهله وهيظبط ويعدي وبتاع، ماشي ماشي ده كويس، ده شيء محترم. بس ان مالي تصعد، جنوب افريقيا تصعد، والتالت مش فاكر كان ناميبيا ولا مين كان معاهم يصعد، وانت الوحيد اللي تخرج، ليه يا عم؟ جرى ايه في الدنيا؟ ايه حصل ايه في الدنيا؟ ناميبيا تكسبك في الذهاب وتاخد 3 نقط عشان يقدروا يصعدوها، وقدام جنوب افريقيا ما انتش عارف تلعب، وقدام مالي ما انتش عارف تلعب، امال هتلعب قدام مين؟ هتلعب قدام مين؟ منتخب تونس مفيش يا جماعه. ما تقوليش بقى مشكله مدرب، مشكله مش عارف انا ماليش فيه اللي حصل ده جريمه في حق الكره التونسيه بجد. وما تقوليش حنا بعل ما كانش هيجي يعدل ميله يعني، هو اللي عمله ده هبل وعته وغباء، بس ما كانش هيجي يعدل ميله، انت وحش وجلال القدري قاعد بره، ما فيش كوره، مفيش كوره. تونس ما فيش طريقه لعب ولا في اي حاجه، فعشان كده خلصنا تونس، يلا بقى نخش بقى على منتخب الجزائر. واحد وهو بيتفرج على ماتش الجزائر الحقيقه يعني شاف مصر في نفس المكان، يعني عارف تخيل ولا وهله كده ان احنا امبارح فرقنا عن نفس المنظر ده جون لكابتن اسمه ايه، للكابتن بتاع موزمبيق ده كابتن رينيلدو، فرقنا عن المنظر ده جون. كنا هنصعد مكان كوت ديفوار، كنا هنصعد احسن توالت، بس حاجه مخزيه، حاجه مخزيه ان انت منتخبات شمال افريقيا كلها يتعمل فيها كده. يعني بجد مفيش، صعد المغرب ومصر شكرا والباقي روح، المغرب الجزائر وتونس روحوا، وعندك موريتانيا صعد. نيجي بقى والله ماتش الجزائر وموريتانيا ده الحقيقه قدم لك منتخب موريتاني قوي، وهنبدا بمنتخب موريتانيا لان منتخب موريتانيا عرف يلعب كوره صح، عرف يحط جون وعرف يرجع يدافع ورا، والله انا هدافع وانت بقى حاول براحتك، عارف اللي هو يا باشا انا مستنيك ورا يا باشا، اعمل اللي انت عايزه، انا مستني ومبسوط هاخد ال3 بونت دول واصعد. وده اللي عمله موريتانيا بتقدر تحط فيك جون بسذاجه دفاعيه، وانا قايل قبل البطوله ان الجزائر دفاعها فيه مشكله، وشايف ان الجزائر هيبقى دفاعها من نقط الضعف الكبيره جدا في المنتخب، وبتشوف ازاي ان موريتانيا بتحط جون بعديها ترجع ورا، خلاص بقى احنا زي الفل، احنا كده جبرت وحلوين قوي وهنروح بمرتدات، وراحوا بمرتدات وضيعوا كور غريبه. يعني موريتانيا كانت 4-0 3-1، عارف اللي هو سكور موريتانيا كانت ممكن تكسب سكور الجزائر ما قدمتش حاجه طول الماتش الجزائر شوط اول للنسيان، الجزائر عندها مشاكل كبيره جدا لدرجه ان رياض محرز ما لعبش اساسي ونزل بعديها ما عملش اي حاجه وبيقول لك هيعتزل دولي. نص ملعب الجزائر تحس ان هو برده تايه، مش قادرين ان هم حتى يقفوا قدام موريتانيا.
مش قادرين يقفوا قدام موريتانيا. عيسى مندي وآيت نوري والدفاع كله بتاع منتخب الجزائر متلخبط، متلخفنين، ما تفهمش مين بيلعب فين ولا مين بيعمل ايه. تحس ان جمال بالماضي قاعد بره، انت مش فاهم هو انت عايز ايه. طب انت عايز ايه قول لي واحنا هنساعدك، يعني هنجرب نفهم انت عايز ايه ونساعدك والله. فالجزائر موريتانيا بتعرف تلعب عليها جيم محترم. موريتانيا بتعرف ان هي والله لما تحط جون ترجع ورا خلاص، ونروح بمرتدات تضيع 4 5 فرص. والجزائر ما جاتش الشوط الاول. جينا الشوط الثاني لما الجزائر نزلت بقى، نزل رياض محرز والجزائر حاولت تعمل حاجه، مسكت كوره جامد، يعني الجزائر استحوذت وكل حاجه بس ما فيش فرص، بدون فرص لحد ما جت فرصه عيسى مندي دي. لو مهاجم كانت هتخش، لان هي عايزه لمسه، مش القوه الجامده دي قوي بيحطها. كانت ممكن ترجع الجزائر من العدم، حرفيا من العدم. الجزائر لو كانت اتعادلت كانت تصعد بنفس سيناريو مصر، وبس تصعد بقى احسن توالي، تبقى 3 تعادلات وتصعد احسن توالي. لكن ما بيحصلش غير كره عيسى مندي دي. انت ما تفتكرش الا كوره واحده ولا اتنين. بغداد بنجاح النهارده كل كوره بيقاتل بيحاول، لكن لوحده يا جماعه مفيش حد تاني بيقدم حاجه. يوسف البلايلي لما نزل بيبص الكوره غلط، كان بيحاول. والجزائر قدم بطوله للنسيان. والجيل ده محتاج مدرب محترم، ولسه منتخب الجزائر الجيل ده ما فشلش لسه والله. اعمارهم فيه اللي 26 واللي 23 واللي 24، لسه قدامهم وقت، لسه قدامهم كتير. بس محتاجين مدرب فاهم بقى، محتاجين مدرب كويس يبني طريقه لعب، يشوف احنا هنلعب ازاي والله الماتشات الجايه، ولا هنشوف احنا هتبقى طريقه لعبنا ولا شكلنا عامل ازاي، وتبدا تبني. بس يا سيدي ده كان مشوار الاربع فرق بتوعنا: تونس، مغرب، جزائر، مصر، في افريقيا. 2 صعدوا و2 للاسف خرجوا، وموريتانيا طبعا صعدت عرب برضو زينا وبتاع فصعدوا. لكن دي مشاكل كل فرقه هتقدر تقدم ايه، الفرقتين اللي صعدوا هيقدموا ايه، والفرقتين التانيين والله لازم يبنوا ويبداوا يبصوا للمستقبل، خلاص البطوله خلصت، ويفكروا بقى هيقدموا ايه بعد كده. فياريت لو وصلت لحد هنا ما تنساش تحط لايك وتشيك في القناه عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله. سلام.